السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنحضر نوع من أنواع حلويات لذيذة جدا وخفيفة وسريعة، وبثلاث مكونات بس. هنحضر شوكولاتة باونتي اللذيذة أو الجيرسي بحشوة جوز الهند، وكمان هنعمل شوكولاتة بدون حشوة شكلها وطعمها حلو جدا، هتعجبكم إن شاء الله. وصفة بسيطة جدا ولذيذة ومش هتاخد وقت خالص، وما بتفرقش أبدا عن الجاهزة. نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. نحتاج في الوصفة دي جوز هندي ناعم ويكون ناعم جدا، وحليب مكثف، وهنقول على طريقة تحضيره في البيت، وشوكولاتة خام، أي نوع شوكولاتة انت بتحبيه. أول حاجة معايا كوباية من جوز الهند الناعم، نص كوباية من الحليب المكثف هضيفها على جوز الهند بالتدريج، بحيث أشوف هتحتاج تاني ولا لأ، لأن أنا عاوزة جوز الهند يلم معايا يبقى زي العجينة كده. تمام. فبنضيف شوية بشوية. بنقلب جوز الهند مع الحليب المكثف كويس جدا. لقيتها كده لسه محتاجة شوية، فضفت شوية كمان، ونعجن لغاية لما تتلم وتبقى سهلة كده معايا في التشكيل. اهم حاجة علشان جوز الهند يتشكل معانا بكل سهولة يكون ناعم جدا. اطحنيه في كبة الخلاط، ضروري من الخطوة دي. لازم جوز الهند يكون ناعم جدا. انا بصراحة ما كنتش طحنته، فما كانش سلس معايا في التشكيل. بعد كده طحنت شوية ونعمتهم، لقيتهم كده اتعجنوا كويس قوي وتشكلوا بكل سهولة. انا بقول لكم على كل حاجة بالتفصيل علشان ما يبقاش فيه مشكلة في الوصفة. كده خلاص، جوز الهند بقى جاهز معايا على التشكيل. هو اخد حوالي 80 جرام من الحليب المكثف. كده هشكل اول شكل من الشوكولاتة. هاخد جزء من الخليط دوت واكوره كده بالشكل ده، وده هيكون اول شكل معانا. بالنسبة للحليب المكثف المحلى، لو هتحضروه في البيت، عبارة عن نص كوباية من السكر البودرة، نص كوباية من حليب البودرة، وعليهم ربع كوباية مية سخنة، ومعلقة كبيرة من الزبدة. نحط كل المكونات دي في الخلاط ونضربهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده بندخلهم التلاجة لمدة ساعة علشان قوامه يتقل، وكده بيكون جاهز معانا. الشكل التاني معايا هيكون شكل الباونتي، الشكل التقليدي بتاعه. هاخد جزء كده من الخليط واكوره، وبعدين اعمله على شكل اسطوانة واضغط عليه بالشكل ده. بالشكل ده، شايفين؟ شايفين العجينة متماسكة ازاي وبتتشكل معايا بكل سهولة؟ ده لاني نعمت جوز الهند. وانا بعمل الكور كان جوز الهند خشن شوية وما كانش بيتكور معايا بكل سهولة. عملت ايه؟ اخدت الباقي ضربته ضربتين كده في كبة الخلاط. العجينة نعمت معايا وبقت جميلة بالشكل ده. بس طبعا يفضل انك تنعمي جوز الهند قبل ما تحطي عليه الحليب المكثف. انا ما كنتش نعمته بصراحة. لو لقيتي كده العجينه بقى بتلزق في ايدك وانت بتكوريها او بتعمليها اسطوانه، تقدري تبلي ايدك حاجه بسيطه كده من الميه، وبعد كده تبتدي فيها تشكيل. خلاص كده شكلتهم. هدخلهم بقى الفريزر لمدة كده نص ساعة علشان بس يتماسكوا وما يطيروش مني او يفكوا وانا بحطهم في الشوكولاتة. عندي هنا 200 جرام من الشوكولاتة، اي شوكولاتة انت بتفضليها. هكسرها القطع الصغيرة علشان ما تاخدش وقت وانا بسيحها. انا استخدمت شوكولاتة غامقة، تقدري تستبدليها بشوكولاتة بالحليب علشان تديكي لون فاتح. هاخدها واحطها في كيس تلاجة، واحط الكيس في حلة وانزل عليه بمية سخنة، بس مش مغلية، سخنة بس. لو حطيتي مية مغلية الشوكولاتة ممكن تخرز معاكي. هتلاقي الشوكولاتة ساحت على طول في ثواني اهي زي ما انتوا شايفين. بقلبها على الناحية التانية، كل ناحية شوية كده لغاية ما تسيح كلها. بعد كده بطلعها من المية وبنشفها كده بكيس، وبفتح الكيس كده من الجنب فتحة صغيرة. حضرت قالب اللي هشكل فيه الشوكولاتة السادة اللي هعملها من غير حشوة. كل عين كده احط فيه شوية من الشوكولاتة بالشكل دوت. شايفين الشوكولاتة سايحة وزي الفل ازاي؟ مش هتحتاجي انك تسيحيها تاني. تقدري تحطي معاها كده في كل عين، عين جمل، شوية مكسرات، شوية سوداني صغننة في كل عين، لو انتي بتحبيها يعني تكون بالمكسرات. هنخبط كده خبطتين علشان الشوكولاتة تثبت في قلب القالب وتتساوى، ونحطها بقى في التلاجة علشان تتماسك. باقي الشوكولاتة حطيتها في بولة وحطيت عليها كده معلقتين كبار من الزيت علشان نخفها شوية. شايفين الشوكولاتة سايحة وناعمة ازاي؟ بكل سهولة سيحناها. هنقلبها بقى كويس كده، وحضرت طبق وحطيت عليه كيس بلاستيك،
وطلعت جوز الهند من الفريزر وهبتدي كده اغمسه في الشوكولاتة كويس جدا. نتأكد كده ان القطعة اتغلفت تماما من كل الجهات. برفعهم كده بالشوكة علشان ينزلوا اي زيادة، وبعدين بخبطهم كده خبطتين. بعد كده برصهم على البلاستيك. بنرصهم على بلاستيك او ورق زبدة علشان تقدري تطلعيهم بكل سهولة. لو حطيتي اللي بتطلعيه من الشوكولاتة في طبق كده على طول من غير بلاستيك ولا ورق زبدة، هيلزقوا في الطبق وهتطلعيهم بصعوبة، وكمان ممكن يتكسروا منك. هغلف كل الكمية الموجودة عندي بنفس الطريقة. وبعد ما الشوكولاتة جمدت كده شوية حبيت اعمل لهم شكل، فجبت صوص شوكولاتة وعملت خطوط رايح جاي. بس طبعا لو عملتي الخطوط دي بالشوكولاتة هتكون افضل من صوص الشوكولاتة، لان صوص الشوكولاتة بيفضل طري نوعا ما بينشفش تماما، اما الشوكولاتة بتجمد على طول. دي ملاحظات قابلتني فحبيت اقول لكم عليها. وممكن ما تعملوش الخطوط دي خالص وتسيبوها كده من غير تزيين، هي شكلها جميل مش محتاجة تزيين خالص. دخلتها التلاجة تمسك نفسها شوية، وبعد كده رصيتها في طبق التقديم. والقالب السيليكون كمان تماسك اهو. ونبتدي بقى نخرجهم منه، شكلهم جميل جدا، وكمان الطعم في منتهى الروعة، حلوين جدا لو هتقدميهم كده جنب وصفات العيد. نشوف بقى واحدة من جوه شكلها ايه. شايفين بتبقى جميلة ازاي. دي المدورة. نشوف الشكل التاني. شايفين حلوة قد ايه. ما تفرقش حاجة عن اللي بتشتريها من بره. حضرناها ب3 مكونات بس وبمنتهى السهولة. بنحفظهم في علبة تلاجة تكون محكمة الغلق. دي كانت وصفة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.